بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي حبايبي طلاب ثانويه عامه، قبل ما راجع النهارده بس عايز اديك فيديو كده بسيط، رساله طمانينه، رساله تهدئه لكل طلاب ثانويه عامه. رقم واحد، وزير التربيه والتعليم بنفسه قال يا جماعه الامتحانات السنه دي في نسبه الرينج كده تلت اسئله مستويات عليا والباقي لا. انا عايز اقول لك لما كان الامتحان 21 و22 مستويات عليا، كان كل اللي فيه مستويات عليا بجد وجديده بجد لا يتجاوز 7 8 10 اسئله، صدقني بجد وهتشوف معايا. ويا ريت اصحابكم اللي في علم اللي هيقعد يسمعني وراجع فيزياء دلوقتي يطمن صاحبه بتاع ادب يقول له تصدق وانا براجع الفيزياء لقيت فعلا كامل مستر صح. تصدق ان في اسئله طول السنه عمالين بنشوفها وعمالين بنحلها شكلها كده كبير وضخم، لما جيت احل طلعت فعلا لذيذه ما فيهاش حاجه. هو بس يا جماعه التوتر اللي بيصاحب الامتحان بيحسس الطالب بضخامه الموضوع. يا جماعه ثانويه عامه احنا مدينها اكبر من حجمها شويه. واحد كلام الوزير يطمنك شويه، كلام الوزير يطمن الناس شويه. رقم 2 يا جماعه عايزين نقلل من التوتر. انت عارف لما بيبقى حد ماشي في الشارع وكلب كده يشم ريحه التوتر والخوف عليه منه فبيهجم عليه، التوتر ليه ريحه، فالتوتر بالك بيعمل ايه في الجسم؟ علميا مش نفسيا، ده علميا التوتر بيأثر عليك. والعياذ بالله انا عايزك بقى تسمع اللحظات اللي جايه دي كده لاهلك في البيت. والعياذ بالله ربنا رب يعافيني يا رب ويعافيكم. سمعتوا كلكم عن البنوته اللي كانت طالعه تمتحن من سنتين، رب يا رب يرحمها يا رب، رحمه واسعه يا رب ويصبر اهلها، وقبل الامتحان بدقايق جالها حاله هبوط شديد مش عارف ايه واغماء ثم وفاه. ليه؟ السؤال هنا ليه؟ يا جماعه ده امتحان ثانويه عامه، يا جماعه ده امتحان في دنيا مش امتحان في اخره، هتكمل وتخش جامعه. هو اللي عدى على الثانويه العامه بتاعته 4 5 سنين وكان جايب مجموع زي الزفت، هو فين دلوقتي؟ في جامعه وماشي عادي وحياته عايشه عادي. يفرق ايه ده عن الكليه دي عن الكليه عن كله مشي بعد كده عادي. هدئ شويه من نفسك، هدئ شويه من روعك، انت تعبت وعملت اللي عليك خلاص بقى. بس يا مستر انا خايف من ايه؟ خايف من التوفيق ده بتاع ربنا وربنا مقدر لك طريق. خلاص كلامي ده ما يطمنكش فيخليك قاعد ما تذاكرش، بالعكس ده كلامي ده يطمنك فتذاكر وانت مستريح ان نتيجتك بايد اللي خلقك. اهدى بقى عشان تهدى اكتر. انا عايزك كده كل يوم سمع كمان الثواني دي كده لماما في البيت بابا في البيت. انا عايزك كل يوم تنزل تتمشى شويه، كل يوم ربعايه تلتايه نصايه يا عم ساعه من اليوم الكبير الطويل العريض ده، خد ساعه وانزل اتمشى شويه. اتمشى. عارف بتاع العصير اللي على راس الشارع عندكم اللي عمال مشغل اغاني المديح الحلوه الجميله دي كده، روح اشرب عنده عصير، خد الحاج خد الحاجه واشرب عنده عصير. بص دي كده عشان تبقى داخل الامتحان وانت هادي. والله العظيم بكلمك اب كاخ كبير، انا عايزك تبقى اكثر هدوء. ذاكرت وتعبت وعملت اللي عليك، اللي جاي توفيق ربنا واختيار ربنا ليك. يا رب يرضيني باختيار ربنا ليا. حلو الدعاء ده، خليك دايما ماشي براضي بقضاء ربنا واختيار ربنا ليك. يا رب يرضيكم ويا رب دايما يرضيكم بقراراتكم ويرضيكم باللي ربنا هيوفقك ليه يا رب ان شاء الله. ربنا يسعد ايامكم. خليك هادي. الفيديو كده رساله تهدئه، خليك هادي تماما، ما اسمعش كلام تثبيط، ما اسمعش حتى كلام تحفيز، والله حتى ولا تحفيز. انا مش عايز حد يحفزني زياده عن اللزوم، مش عايز حد يديني قدرات اكبر من قدراتي. انا ليا قدرات معينه وذاكرت وتعبت على قدها وربنا يكرمني على قدها ان شاء الله. مش عايز اكتر من كده باذن الله يا رب. ربنا يكرمك ويوفقك. تعبت عملت اللي عليك، خليك بقى هادي كده وواثق ومكمل مذاكره ومكمل في طريقك وداخل الامتحان بثقه وبهدوء. وانا عارف ان ربنا بيختار لي طريق. معرفش ايه اللي في ثانويه عامه في مصر، ما نعرفش ايه اللي في ثانويه عامه موجود في مصر يخلينا متوترين كده. اهدى يا عم الحاج اهدى، انا ليا طريق ربنا كاتبه لي، خدت بالاسباب، سيب بقى ربنا يوفقك للي هو عايزه. وان شاء الله اللي عايزه ربنا هو الخير وهو المناسب ليك باذن الله. ربنا يوفقكم. خليكم بقى معايا عشان نعمل النهارده حصه مراجعه كده لذيذه باذن الله تعالى على الفصل الثالث الحث الكهرومغناطيسي. معايا يا شباب تجريبي 21 اصعب 3 4 اسئله فيه جم في الامتحان. 22 ما كانش فيه تجريبي. طب 23 اتوقع بص معايا على التجريبي حالا ال10 دقائق اللي جايه، ال10 دقائق اللي جايه فيها حاجات في الامتحان، ال10 دقائق اللي جايه فيها حاجات في الامتحان، والله اعلم. وركز معايا.